ماما، هو البيت الجديد عامل ازاي؟ بطلي رغي يا حور، زهقتينا بنفس السؤال. ماما اكيد تعبت من كتر ما بتسأليها. انا مش بسألك انت، انا بسأل ماما، وبعدين ما حدش دخلك في الكلام يا متطفل. كفاية خناق بقى يا ولاد، البيت حلو فيه كل اللي احنا محتاجينه. انا لسه ما شفتهوش بس باباكم شافه وقال ان هو كويس قوي. انا بصراحة كان نفسي افضل في البيت ده، ما كنتش عايز انقل، بس اختي الشكاية كان نفسها تغير مدرستها. انت دايما كده الرغاية، وتتعش من انك تتخانق معايا، ده اكيد عشان انا الاحسن منك. ممكن تبطلوا خناق وتيجوا بقى؟ انا مستنيكم، يلا خلصوا يا ولاد، عايزين نخلص النقل بسرعة، عندي مشوار الساعة 3 للمحطة. كله بسبب فادي اللي كان عاوز ياخد الأوضة كلها جوه الشنطة. انتي بتقولي كده علشان بابا يتخانق معايا او يعاقبني، صح؟ اركبوا العربية بقى وكفاية خناق، وانتي يا هاني ما ترديش على اخوكي وما تعمليش زيه في الخناق. جاهزين يا ولاد؟ اربطوا الأحزمة، باباكم هيبدأ سواقة. جاهزين يا ماما؟ يلا انزلوا، وصلنا، ده الحي اللي احنا هنعيش فيه. ايه ده؟ هو ده البيت بتاعنا؟ ده بشع جدا، ده شكله اي حاجة غير انه بيت. وكل ده بسببك، ازاي هعزم اصحابي على حاجة مرعبة زي دي؟ ماما يلا نرجع تاني، مش عاجبني البيت. حبيبي اكيد في حاجة غلط، انت متأكد ان هو ده البيت؟ ايوه هو ده، الميزانية ما كملتش الحاجة احسن من كده، هنرتب نفسنا بصفيح وكرتون، واللي مش عاجبه بقى يشوف له مكان تاني. هو ده اللي باباكم قدر عليه، خلاص يا ولاد. وانا اللي كان عندي أوضة لوحدي وما كنتش مضطرة اتعامل مع المجنونة اختي. انا عمري ما كنت هدخل اوضتك اصلا، رجلك ريحتها جبنة معفنة. يا ولاد كفاية دوشة بقى، ده مش بيتنا، البيت بتاعنا ورا، البيت ده بيتهد اصلا. طيب يلا نروح بيتنا الحقيقي بقى علشان نشوفه. انا لسه برضه شايف ان البيت القديم كان احسن. يا رب ما اضطرش اشارك معاكي الاوضه. بالمناسبه على فكره، انا اللي هاخد الاوضه الكبيره والمريحه. انتي فاكرة نفسك احسن عشان انتي اكبر، بس ما تنسيش انا المدلل بتاع ماما. ولو فكرت تدخل اوضتي هتشوف الوش التاني مني. انت ناسي ان انا المدلله بتاعت بابا؟ بابا على طول في الشغل، لكن ماما قاعدة معايا على طول. اه صح، نسيت ان انت لسه بيبي. اللي هيوصل الأول للدور اللي فوق هو اللي هيختار الأوضة بتاعته. انا مش محتاجه اجري، الاوضه الكبيره بتاعتي غصبا عنك. ايه رأيك في البيت؟ كنت عايزة افاجئك. هو انت فعلا فاجئتني لما قلت ان احنا هنعيش في البيت الوحش اللي هناك ده. كنت بهزر بس، لكن بصراحة المكان هنا حلو جدا. وانا كمان عجبني جدا، والعيال حتى لو اشتكوا دلوقتي وعملوا دوشة اكيد بعد كده هيحبوه. دول مش بيبطلوا خناق، نفسي يتغيروا بقى. خلاص روح شغلك، الساعة بقت 3 وانا هتعامل مع الاتنين دول. ماشي، اشوفكم على العشاء، سلمي لي عليهم. ازاي انا يطلع لي الاوضه الوحشه دي؟ اكيد بسبب فادي الولد ده، انا مش طايقاه. ايه لازمه الاخ الصغير اصلا؟ لما كنت بنت وحيده كان كل حاجه ليا. اكيد حور دلوقتي بتموت من الغيظ، عارفها دي حتى مش طايقة تبص في وشي. انا هروح اقول لها اختي الحنونة الغية تعالي نلعب سوا. اخوكي فادي نفسه يقضي وقت معاكي. انت لسه هنا؟ اطلع بره، روح اي اوضه تانية، المكان ده مش ليك. البيت مش بتاعك، انا حرة اقعد في اي حتة، ولا عايزة اقول للماما ان انتي بتعامليني وحش؟ قول اللي انت عايزه، مش فارقه معايا. طيب بصي، لو سمعتي كلامي لمدة شهر هسيبلك الأوضة التانية. ولا في الاحلام، مش هسمع كلامك ابدا. فوق بقى لنفسك يا فادي. خسارة، الأوضة دي منظرها وحش قوي، يا رب العفاريت تخوفك بالليل وتصحي تلاقيهم بيشدوكي من رجليكي. انا بطلت اصدق في العفايت والكلام الفاضي ده. مش طايقاه خلاص، هسيب البيت واروح اعيش مع تيتا. كل حاجه بقت خناق مع فادي. خلي بالك من اخوكي، هي ماما مش شايفه قد ايه هو غلس. هاي يا حور، أنا بكلمك. مين قال اسمي؟ أنا البنت اللي في المراية، أنا بريتي صاحبتك الجديدة. ايه المرايه بتكلمني؟ لا لا لا، انا اكيد اتجننت بسبب الخناق مع فادي.
هاي، هو في حد جوه؟ في حد سمعني؟ لو محتاجة مساعدة ردي عليا. ايه ده؟ هو ايه اللي انا بقوله ده؟ اكيد مفيش حد يا حور، ده مجرد مراية. اكيد في حد معدي في الشارع وافتكرت انه بيكلمني انا. لازم أقنعها تيجي عالمي، هي دي فرصتي الوحيدة. أنا لازم أخرج من هنا وأبقى حرة، مش هفضل محبوسة في المكان ده. هفضل أضحك عليها لحد ما توافق تيجي معايا. ماما فادي خوفني، قال لي ان هو البنت اللي في المراية. عاقبيه بقى. ايه مراية؟ مراية ايه؟ انا قاعد مع مامتك من بدري. كداب، مش مصدقاك. انا سمعت حد بيتكلم معايا. يمكن بيتهيألك. انا قلتلك يا حور الحاجات دي بتحصل للبنات المشاغبين. والله لو كده بقى يبقى العفريت لازم يجروا وراك ويسحبوك من رجلك كل ليلة. ماما مش هتقولي له حاجة؟ بيقول عليا حاجات غريبة. انا عملت ايه؟ انا بريء، هي اللي بتقول حاجات مش مفهومة. سمعتك وانت بتكلمني. انا مش مجنونة يا ولد يا متطفل. حور فادي، كفاية خناق بأهلي، دايما بتتخانقوا مع بعض. يا ماما صدقيني ما عملتش حاجة. ماما هو اللي بدأ. خلاص بقى انا زهقت منكم، انا واقفة في المطبخ مشغولة وانتوا مش بتبطلوا خناق. اطلعوا العبوا بره، مش عايزة اسمع صوتكم هنا. بس يا ماما انا ما خوفتهاش. عارفة، بس روحوا العبوا شوية وخليكوا هاديين. وحور خلي بالك من اخوكي، هندهلكم لما الاكل يكون جاهز. يا رب امتى هيجي اليوم اللي يحبوا بعض ويبطلوا مشاكل فيه. هتلعبي هنا؟ وانت بعيد عني، روح العب في اي حتة تانية. مش همشي، وبعدين ماما قالتلك انتي لازم تخلي بالك مني وتلعبي معايا. انا لا طبعا. اسمع، حافظ على نفسك بنفسك يا بيبي. انا هقول للماما ان انتي بتتكلمي معايا كده. يو، ما تسكت بقى وروح بعيد عني. تعرف يا فادي، المكان ده مرعب قوي. انا شفت شبح من شباكي. انتي بتقولي كده علشان تخوفيني وامشي. لا، انا بتكلم بجد يا فادي. انا شفته عشان كده جيت ادور عليه، يمكن ياخدك معاهم بالليل. هو انت خايف؟ عارفه ان انت مرعوب. لو راجل بقى الحقني، مش هتعرف تمسكني لانك جبان. حور بلاش لعب هنا، المكان ده مش مريح، يلا نرجع البيت احسن. حور بلاش تستخبي، انا مش بحب كده. اطلعي حور، انا بكلمك، لو جرالي حاجه هقول للماما. أهلا يا فادي، أنا هنا معاك. ايه ده؟ مين هناك يا ماما؟ ايه بقى؟ هو مش انت كنت بتقول انك مش بتخاف؟ ليه بتعيط دلوقتي؟ هتجري تقول لماما طبعا اني خوفتك. انتي كنتي فين وليه اخوكي بيعيط كده؟ انتي خوفتيه وانتوا له كمان دخلتوا البيت المهجور. انا ما خوفتوش، هو اللي كان عمال يتكلم عن الاشباح وقال انه هيخوفني الاول. ما تصدقيهاش يا ماما، هي اللي عملت كده عن قصد عاقبيها. انا مش مصدقه اللي بيحصل. انا عايزه اشوف بابا، هو دايما اللي بيطلع كسبان. حور كفايه شكاوى، انتي كبيره بس بتتصرفي كانك طفله. اتفضلي يلا اطلعي على اوضتك، ومش عايزه اسمع صوتك تاني. انا نفسي امشي من البيت ده، مش طايقه اقعد هنا. هحكي بابا على فكره على كل حاجه. ماما انا خايف، انا شفت بنت بتطير بجد هنا، في حاجه غريبه. ودلوقتي مفيش حاجه هنا يا فادي، انت واختك اللي بتقعدي تتخيلوا حاجات غريبه. ماما مش عايزه انام لوحدي، ممكن انام جنبك؟ لا انت كبير كفايه، نام في اوضتك، ولو حد سحبك من رجليك يبقى نصيبك بقى. انا مش عايزه اعيش هنا. انا نفسي امشي من البيت ده. إيه يا حور بتعيطي ليه؟ أنا ممكن أساعدك. انا عايزه امشي من البيت ده، مش طايقه العيشه هنا. قربي من المراية، الموضوع سهل جدا، تعالي أنا هساعدك. انت مين؟ واللي محبوسه في المرايه؟ وازاي دخلتي جوه اصلا؟
بقالي سنين أنا كنت طفلة زيك، أهلي عمرهم ما فهموني، كنت دايما أنا الغلطانة في كل حاجة، وكنت بتمنى أهرب من حياتي لحد ما لقيت المراية دي. وازاي حصل كده؟ انا مش عايزة افضل محبوسة هنا. المراية دي مش مجرد مراية، ده عالم تاني، عالم مختلف عن بتاعي. هنا تقدري تعملي اللي انت عايزاه من غير ما حد يتحكم فيكي. بجد؟ طيب اقدر ادخل؟ طبعا، بس لازم نبدل مع بعض، انا اخرج وانتي تدخلي مكاني ومحدش هياخد باله. حور يلا انزلي، الغدا بقى جاهز. يلا يا حور قبل ما مامتك ما تيجي. يلا يا حور الأكل هيبرد، هتنزلي ولا أجيلك أنا؟ طيب انزلي انتي دلوقتي يا حور وانا هستناكي هنا. انا كنت مستنية اللحظة دي من زمان. انا جيت يا بريتي ومستعدة علشان نبدل مع بعض. طيب تمام، وانا كمان هستعد علشان اكون نسخة منك بالظبط. ايه ده انتي بقيتي شبهي بالظبط، كأنك نسخة مني ومحدش يقدر يفرقنا عن بعض. انتي ازاي عملتي كده؟ انا اقدر اخد اي شكل، شكل مامتك، باباكي، حتى اخوكي لو عايزة. حلوة جدا كده، محدش هيلاحظ اني مشيت دلوقتي. انتي لا تتحملي فادي. اكيد كل ده علشانك، احنا اصحاب مش كده؟ ايه ده؟ ده بيحصل بجد؟ ما تخافيش، الموضوع سهل وسريع. جاهزة؟ عندي سؤالين قبل ما ادخل. اسألي يا حور. ده بيوجع؟ ابدا، مش هخليكي تحسي باي ألم. ولو حبيت ارجع اعمل ايه؟ كل اللي عليكي ان انتي تنادي اسمي وانا هرجع لمكاني وانتي ترجعي لحياتك، الموضوع بسيط. ماشي خلاص جاهزة. ايه ده انا جوه المراية بجد. انا شايفة اوضتي بس كل حاجة شكلها غريب، المكان بارد. فين العالم اللي انتي قلتي عليه؟ انتي خلاص في عالمي يا حور، عالمي اللي قعدتي فيه سنين جوه المراية. انا بجد جوه المراية بس الجو هنا بارد جدا. اهلا بيكي في عالمك الجديد يا حور. انتي خدعتيني، خرجيني حالا. لا، انا دلوقتي حور الجديدة وعمري ما هسيب المكان ده تاني. سلام يا حور. اهلا، في حد هنا؟ ايه اللي انت عملتيه ده يا حور؟ انتي خليتي الشبح تضحك عليكي. حد يساعدني، في حد هنا. انا حور، ساعدوني. حد يساعدني، هو في حد هنا اصلا؟ حور المجنونة، كنتي بتكلمي نفسك ولا ايه؟ اطلع برا اوضتي حالا، انا ما عنديش صبر ليك زي حور. انتي ليه صوتك متغير كده، وازاي تتكلمي معايا بالطريقة دي؟ انا كنت دايما بشوفك مزعج، لكن دلوقتي بقى عندي سبب حقيقي. انتي مش حور، انتي بتتكلمي معايا كده ليه؟ روح نام واقفل باب اوضتك كويس، لانه لو سبته مفتوح هخشلك بالليل وهاكلك. انتي بتخوفيني كده ليه؟ على فكرة انا هقول للبابا وماما علشان يزعقولك. احسن لك خليك في حالك وابعد عني، علشان هدخلك من الشباك حتى لو قفلت الباب. محدش هيسمعك يا حور، محدش هينقذك، المكان ده هيكون بيتك للأبد. انا وباباكي كنا عايزين نتكلم معاكي عن موضوعك انتي وفادي. مامتك بتقول انكم بتتخانقوا على طول، وانا عارف ان ده حقيقي لاني بسمعكم لما بكون في البيت. انا عارفة ان اخوكي شقي ودايما بيتخانق معاكي، بس ما تفكرش ان احنا منحازين ليه. طبعا انتم في صفه، من شوية دخل اوضتي وشدني من شعري وضربني بالبوكس. ايه ده؟ صوتك مبحوح كده ليه يا حور؟ هو انتي تعبانة؟ حاسة بتعب شوية علشان كده صوتي كده. طيب روحي استحمي قبل ما الوقت يتأخر، وانا هديكي حباية قبل النوم. مش هطول عليك يا بنتي، احنا بس عايزينكم تبطلوا خناق وتحاولوا تتفاهموا شوية مع بعض.
هتكلم مع أخوكي كمان، لازم يفهم إن انتي أخته الكبيرة ولازم يحترمك. ماشي، هسمع كلامكم وهتشوفوا ازاي هكون البنت المثالية اللي عمركم ما كان عندكم زيها. بس مش متأكدة ان فادي هيتغير، هو اصلا مش بيحبني، هو قال لي كده. فينك يا شقيل؟ لازم الاقيك. هو راح فين؟ تخيل لو كنت بنت وحيدة وكل حاجة هتبقى ليا لوحدي. اكيد حياتي من غيرك يا فادي هتكون مثالية. أختي شكلها غريب النهاردة، بتدور عليا ليه؟ هي راحت فين؟ أنا مش شايفها في أي حتة، بس أنا متأكد إن هي هنا في مكان قريب. انا هنا يا فادي، وراك على طول. المية عاملة ايه؟ كنت ممكن انزل بس شكلها ساقع قوي، بس واضح ان انت مستمتع بيها. ساعديني ساعديني يا أختي. انت بتقول ايه؟ مش سامعة، اتكلم بصوت اعلى، صوتك مش واضح خالص. حور ساعديني، انت ازاي تعملي فيا حاجة زي كده؟ ودعني يا اخويا، عندي حاجات اهم بكتير اعملها. في مراية لازم اكسرها. ماما يا ماما، حد يساعدني، حد يلحقني. اهدى يا ابني، خلاص انا طلعتك من المية. انت ازاي وقعت في البسين وانت اصلا مش بتعرف تعوم؟ انا اتكلمت معاك في الموضوع ده قبل كده يا فادي. لا يا ماما، انا ما وقعتش، هي كانت حور. البنت دي غريبة، انت شفتيها هي اللي عملت كده. اختي ما بتحبنيش. معقول حور زقتك في البسين؟ هي عارفة ان هي ما ينفعش تعمل كده، انا عارفة انكم مش طايقين بعض، بس كده كتير قوي، ده غلط. وبعدين طول الوقت بتتكلم لوحدها في الأوضة، اكيد في حاجة مش طبيعية فيها يا ماما. طيب يا حبيبي، روح غير هدومك ونشف نفسك علشان ما تبردش، بس بلاش تسيبيها تدخل اوضتي، انا خايف تعمل فيا حاجه يا ماما. حور، انت طلعتي من اوضتك امتى؟ انا ما شفتكيش. انا طول الوقت هنا يا ماما، قاعدة بقرأ، ما خرجتش بعد ما اتكلمتوا معايا. بجد؟ طيب انت مش عارفه اللي حصل؟ نسيتي اللي انت عملتيه ولا ايه؟ انا عملت ايه يا ماما؟ انتي بتتهميني بايه؟ او بمعنى اصح فادي بيتهمني بايه؟ انت زقتي في البسين وانت عارفه كويس قوي ان هو مش بيعرف يعوم. ازاي تتهميني بحاجة زي كده؟ انا مستحيل اعمل ده، اكيد هو واقع لوحده، زي ما بيخترع حاجات دايما وانا اللي دايما بشيل التهمة. ماما انتي دايما مش شايفة ان انا طول الوقت في اوضتي؟ انا ماليش دعوة وبحب اخويا حتى لو اتخانقنا. ماما ساعديني يا ماما. ايه ده كان صوتك يا حور. ماما انتي سمعتي غلط، اكيد حد ماشي في الشارع، اوضتي بتطل على الشارع عادي يعني. بس انا سمعت صوتك وكأنك كنت بتطلبي المساعده. ماما ازاي هطلب المساعدة وانا معاكي هنا؟ انا كويسة مفيش حاجة. اسمعي، ما تخرجيش من اوضتك، خليكي هنا، مش عايزه مشاكل تاني، انت فاهمه؟ حاضر يا ماما، انا هفضل هنا وهكمل قصتي. مستحيل، ده كان صوت حور، تقريبا كانت هتكشفني. لازم اكسر المراية دي وبعدها هيجي دور اخويا العزيز. ازاي تصرخي؟ انتي اللي اخترتي تكوني هنا، محدش غصبك. حور، انا هكون بنت احسن منك، انتي عايشة تشتكي ومش عاجبك اي حاجة. خرجيني من هنا، انا عايزه ارجع، انت خدعتيني. لا، انا ما خدعتكيش، وبعدين انا مش هقدر اعمل لك حاجة علشان اخرجك من هنا. لا، زي ما انت دخلتي انا كمان هخرج. بس انتي لو فقتي مش ذنبي يعني. لا، انا مش موافقه. ايه ده؟ دي طلعت مش اختي. حور محبوسه جوه المرايه. ما تقفش كده، اهرب بسرعه. لا مش هقدر اخرج واسيبك.
حور، ما كانش لازم تدخلي المكان ده، ما كانش لازم توافقي على اي حاجة. دلوقتي هتفضلي هنا لبقية حياتك. انا عارفه اني غلطت واسفه جدا. دلوقتي الكل في خطر بسببي، ما كنتش بفكر في عيلتي وانا بعمل كده. اسمعني، انت لازم تاخد بابا وماما وتهربوا من هنا فورا. المجنونه دي ممكن تاذيكم. بحبك يا اخويا حتى لما كنتش احسن اخت ليك. يا نهار ابيض، انتي قربتي تخليني اعيط بكلامك ده، بس انتي عارفة ان بابا وماما مش هيسيبوني. وبعدين عارفة ان اخوكي اللي كنتي بتتخانقي معاه على طول هيبقى معاكي قريب جدا. بتجري ليه؟ انت عارف ان انا هحصلك. بصي انا عايزك تعرفي حاجه، انا ما جريتش علشان خايف، انا بس كنت عايزه اتكلم معاكي. انا مش عايزه تخرج من المكان ده. خلينا نسيبها محبوسه هناك ونعمل اتفاق بيني وبينك. اتفاق عن ايه؟ انا مش هتخانق معاكي تاني ومش هقول للبابا وماما عن اي حاجه، اعتبري ده سر، بس في مقابل ده تكسري المرايه. وليه انا ممكن اثق فيك؟ لو كنت عايزه افضحك كنت صرخت وناديت على بابا وماما، بس انا ما عملتش كده. عندك حق، ماشي، لا انا اتعرض لك ولا انت تتعرض لي. بصراحة انا افضلك عن اختك التانية، فخلينا نخلص من الموضوع ده نهائيا. اتفقنا. اتفقنا يا اخويا، شكلك اذكى من ما كنت متخيلة. مع السلامه يا حور، يا رب عمري ما اشوفك تاني. خلاص مفيش داعي لوجودك، عيلتنا دلوقتي بقت مثالية. حور اخرجي بسرعه، اجري، انتي تقدري تعمليها، يلا بسرعه. لازم نكسر المرايه ونخلص من كل ده بسرعه. قوليلي، انتي اختي الغلسه واللي دمها تقيل صح؟ بس يا عيال خلينا نركز الاول ونلاقي حاجه نكسر بيها المرايه لو قيمتها تخرج منها. طيب انتي دوري وانا هفضل هنا، مش هخليها تاخدك تاني. انا اسف يا حور، ما كنتش عارف ان دي مش انتي. انا للاسف هتكون في خطر، بس بفضلك احنا كلنا مع بعض من تاني. ما تسيبينيش تاني، اوعدك ان انا مش هشتكي لماما تاني وهسمع كلامك على طول. بحبك ومش عايزه اخسرك تاني يا حور. وانا كمان بحبك يا فادي. خلاص بلاش خناق بقى، يلا بينا ننام. تيجي تنامي جنبي، السرير عندي في مكان لواحد كمان. بس انا ما دخلتش استحمى، اكيد ريحتي وحشه. طب يلا روحي استحمي وانا هستناكي، عندي افلام كتير عايزه اشاركها معاكي. ماشي، بعد سنين من الخناق اخيرا هنتفرج على فيلم سوا وانت جنبي. مش بس في سريري، من هنا ورايح كل حاجه عندي هي بتاعتك. وكمان اللي عندي بتاعك.